طيب معلش بس كمالة الفيديو اللي فات. انت دلوقتي يا سيدي قلت لك على 3 حلول، ما عملتش اي حاجه منهم. يعني انت لو رحت بالمنتخب الاولمبي مثلا وقلت ان انا بحتك بالفرق الكبيره، ولا انت اللي رحت بالمنتخب الاول وتبقى بروفا لكاس افريقيا، ولا انت اللي رحت بالمنتخب اولمبي مثلا وقلت انا بلعب اللعيبه دي رايحه بس تحتك بالفرق الكبيره وبكون فريق للمستقبل وبتاع. ما عملتش كل حاجه من الحاجات دي. طب انت عملت ايه بقى؟ رحت حرفيا ضحكت علينا الناس وجيت. يعني انت تعادلت مع الكويت اللي هي اصلا لغوا النشاط الرياضي عندهم، تعادلت مع الامارات اللي هو نص فريقها متجنس وما عندهمش كوره، حرفيا ما عندهمش الا فريق العين كل فين وفين كده بياخد له بطوله. اتغلبت من الاردن 3-0. هي مين الاردن دي اصلا؟ الاردن فريق تقيل وعلى عينه وعلى راسه والله العظيم، بس ككوره بقى قصادك انت كمنتخب مصر مش جايه معاك في كفه واحده. مين الاردن دي قصاد منتخب مصر يعني؟ بناء على ايه الاثنين يتحطوا في مقارنه؟ فاهم قصدي؟ انت واصل لك الفكره؟ يعني مثلا مش السعوديه مثلا اللي هي مثلا مش قطر دلوقتي في حالتها، مش الجزائر، مش المغرب، هي دي الفرقه الثقيله اللي ممكن اقول لك تخسر منها عادي. لكن منتخب الاردن ده مش واخد كاس اسيا يا راجل. يعني ليه يعني؟ والنهارده بيلعب بالاحتياطي. يعني هو اصلا خلاص صعد من الماتش الاول والثاني، خد ال6 بونت بتوعه وقلنا الله احنا مسطر واتسطرت معاه على كده وقعد خلاص كده انا هريح اللعيبه الاساسيه بتاعتي، وحرفيا بيلعبك باحتياطي. انت بقى عملت ايه؟ طب انت عملت ايه البطوله دي كلها؟ يعني انت كده استفدت ايه؟ اولا هل استفدت ماديا؟ استفدت ماديا وفلوس دخلت كروشكم، ما عنديش مشكله في دي يا عم، كده كده طول عمركم بتنهبوا، ما عنديش مشكله في دي. ككوره بقى انت استفدت ايه ككوره؟ يعني هل مثلا عملت فريق جديد؟ هل فرقه زي دي مثلا انت مثلا استفدت منها 3 4 لعيبه تصعدهم يلعبوا منتخب اول؟ لا. يعني مثلا كاس العرب اللي احنا خسرناه في 2021 الله يرحمه احمد رفعت، انت في البطوله دي اكتشفت كام لاعب؟ احمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، آه، محمد عبد المنعم، الواد اسامه حسين فيصل واسامه فيصل. انت اكتشفت كميه لعيبه من البطوله دي كملوا معاك، وفي ناس منهم طلعت منتخب اول. احمد سيد زيزو كان احسن لاعب في البطوله دي. في توهج حصل في البطوله دي، وفي ناس ظهرت وفي ناس وهجت مع كيروش وبتاع، وخد منهم ناس لعبهم منتخب اول، منهم واحد زي عمر كمال عبد الواحد اللي عمل بطوله افريقيا بعدها كاسحه. فانت استفدت ساعتها. انت ما كسبتش البطوله، ما عنديش مشكله على فكره في قصه تكسب او تخسر، كده كده بطوله وديه. لكن انت بقى يعني انت رحت المره دي بقى انت عملت ايه؟ ايه وجه الاستفاده اللي عاد عليك من المشوار ده؟ رحت قعدت في فندق مكيف يعني، ولا رحت سافرت بيزنس كلاس رايح جاي وخلاص؟ انت استفدت ايه؟ احنا كجمهور كوره قعدنا وضيعنا وقتنا قدام ال3 ماتشات دول، استفدنا ايه؟ يعني انا كمشجع كوره اهو، انت عايزني اصطف حوالين المنتخب واحب المنتخب. طب انت عملت لي ايه عشان احب المنتخب؟ قدمت ايه في الملعب عشان تخليني احب المنتخب؟ ما هي ما تتاخدش كده، ما هي لازم يكون في كل حاجه لها مقابل.